بس لا الحته دي لا، الحته دي لا. فاكرين يا جدعان الخطوبه بتاعت عبد الله تركي؟ البهوه اللي عملها عبد الله تركي، فاكرينها؟ ما تفهمش ده كان سبوع ولا جواز ولا كان ايه بالظبط. المهم ان انا اكتشفت ان هم اتخطبوا. الجوازه اللي بنص مليار فهو دي كلها كانت خطوبه. قلنا ماشي يا عم. عايز اقول لكم يا جماعه ان عبد الله تركي وهايدي عندهم تفكير عملي جدا. في ناس كتير فاهمهم غلط وناس بتنتقد الموضوع، بس انا من وجهه نظري عبد الله تركي ليه تفكير اخر، بيفكر منه مش بيفكر بيه، بيفكر منه. عبد الله تركي وهايدي طلعوا مع بعض شهر عسل، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم يعني، وناس كتير بتنتقدهم ازاي مخطوبين وتسافروا مع بعض. انا عندي تفكير تاني منطقي خالص، بفكر منه برضه ان عبد الله تركي وهايدي مش هيبقوا فاضيين بعد الجواز. هم عشان كده قال لك ايه، احنا ما بين الخطوبه نطلع شهر عسل بحيث ان انا استفيد بالوقت. هنعمل ايه من الخطوبه لحد الجواز؟ انا مش يبقى في خطوه للجواز بعدك، ما عشان كده الجوازات ما بتكملش، ما هو خلاص ما فيش داعي بقى. بس قبل ما تبتدي الفيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل الفيديو ده يعني، انزل تحت كده وانت بتتفرج عليا اعمل لايك واكتب لي تحت في الكومنت ايه رايك في الفيديو، او اكتب لي اي حاجه، اكتب لي انا بحبك يا اسطى، قول لي وانا كمان مثلا، واعمل فيديو عشان عايزين نوصل الفيديو ده ايه ده؟ ايه الحماس اللي انا فيه ده؟ احنا عارفين اللي بياكل اخر فتره هو الشحاته. استنى عبد الله تركي ده لا بيصير. عارفين يا عيال البتاعات كده، في عيال بتاعات كده والله. كبسوا يا جدعان، كبسوا في اللايكات اللي تحت دي. نعم يا ابو رامي نعم. خلاص كفايه عياط كده، لا لسه شويه انا حاسس ان هو ما عملش ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو النهارده عندنا اعلان صغير كده حابين نتكلم عنه. الفيديو ده برعايه ستار ميكر مهرجانات. ايه ستار ميكر مهرجانات ده؟ ستار ميكر ده هيوفر لك الفلوس اللي انت بتدفعها لو انت بتحب تسمع اغاني جميع انواع الموسيقى، هيوفر عليك كتير. او بدل بقى ما تشترك في ابلكيشنز بفلوس ولا تقرف نفسك باعلانات، تعالوا اوريكم ازاي ننزل ستار ميكر. ستار ميكر حاليا على اندرويد بس قريب جدا هيبقى اي اس. هتخش على جوجل بلاي وهتكتب ستار ميكر مهرجانات، تنزل الابلكيشن، تفتح الابلكيشن كده. وعلى فكره في منه نسخه لايت عشان ما يهنكش. طب دلوقتي بقى انت عايز تسمع الاغنيه من غير ما تستهلك الباقه، ما احنا فزاليك. تروح عامل ايه؟ انت تروح دايس ستار كده والاغنيه اتسيفت عندك وتعمل لها داونلود وتسمعها براحتك من غير نت. تنزل تحت تقوم قافل الواي فاي، الاغنيه شغاله عادي جدا، وتقدر تعمل البلاي ليست اللي تعجبك. وفي خاصيه كمان عندك، لو انت عندك اي مكتبه موسيقى او اي موسيقى عندك على الجهاز تقدر تعمل سكان، تخش من هنا كده وبتدوس سكان بيقدر يجيب لك كل الاغاني اللي موجوده وبتشغلها ومن غير نت. بيوفر لك نت وباقه وما بتدفعش اشتراك، والابلكيشن مجاني 100%. وفي مكتبه موسيقيه كبيره جدا، اي حاجه انت عايزها تقريبا هتلاقيها على الابلكيشن ده. انزل تحت اعمل داونلود للابلكيشن وخلينا نبتدي فيديو النهارده. بصوا يا جماعه، في الاول بس انا عايز اتكلم عن شخص انا هعمل له سيكشن، عشان الراجل ده انا بدات اتعلم منه حاجات كتير، وهنتعلم منه حاجه مهمه جدا. ركزوا بجد يا جماعه. لو انت مخلف وجايب اطفال يا راجل يا عبسي اللي انت رايح تجيب ليه طفل، تعالى مرتبك كام؟ يلا خش تعالى، بس تعالى انت اب، انا عارف. خد اسمع الكلمتين دول، انا مش هتكلم. مكاوي ده اللي هيجيب لك الخلاص، مكاوي هو اللي هيجيب لك الخلاص. انا متجوز ومخلف 4. متجوز ومخلف 4. هو في ايه يا ابني؟ هو قالك مخلف سحالي؟ ما ايه راجل متجوز ومخلف 4؟ ايه المشكله يعني؟ هو بيتقدم لك انت للجواز؟ متجوز ومخلف 4. ايه ده؟ انت بتقبض كام؟ ايه ده؟ انت بتقبض كام؟ بقبض 7000 جنيه. 7000 جنيه؟ ايه القرف يا بتقبض 7000 جنيه وراح تخلف؟ انت ارنبه؟ ازاي يعني بتخلف يعني؟ بقى كده يا جماعه حد متجوز عايز يخلف ياخد الابروف من بعد اذنكم اشتركوا في الكورس اللي عنده ده، اشتركوا في الكورس اللي عنده اللي هو بيعلم الناس ازاي تزرط. كل الناس فاكره موضوع الخلفه ده يبقى بينك وبين مراتك، دلوقتي بينك وبين مراتك ومتكاوي. طول ما انت فقير انت. انا فاهمكم يا جماعه، هو بيعمل الكورس ده بيهزق الناس اللي جايه له، هو ده الموتيفيشن والحماس والقوه يعني. طول ما انت فقير انت مش قد العيال. تفضل مش قد العيال، رجعهم، اقتله، اتصرف، مش تروح تخلف يا فقير. قد العيال. طول ما انت فقير ما ينفعش تخلف. ما ينفعش تخلف، احكم نفسك. مش عارف اقول يا ابو 7000 جنيه يا فقير انت. اعمل، روح الجيم يلا، اعمل، شوف انا عامل ازاي وانت عامل ازاي يا ابو 4. اعمل زي، اعمل ايه؟ تعمل زي، تروح الجيم، تطلع دبي، تقطع تذكره، تروح تقعد في دبي وتقعد تزل العيال من هنا، ما تعملش اي حاجه خالص. هو عمل ايه؟ انا لا ما افهمش. ما هم قالوا لي ان هو يعني العيل بيجي برزقه هو مش رزقك انت. بيجي برزقه هو مش برزقك انت. المفروض العيل بينزل بيبقى فاوندر، بيبقى سي اي او، بينزل بالستارت اب بتاعه. في اطفال عمركم ما شفتوا اطفال رؤساء مجلس اداره بيشتغلوا في كول سنتر بيعرفوا لغات معروف؟ اي حاجه بتتقال بتترمي وخلاص. بيجوا برزقه هو مش ما هو رزق هيجي منين يا اسطى؟ ما هيجي من ابوه يا اسطى. رزقك انت لسه ما جبتش رزقك انت لسه ما جبتش رزقك انت. ال 7000 جنيه يا معفن يا فقير انت يعني انت عايزه يعمل ايه طيب؟ يرجعهم في امهم؟ يعني يرجع 4 عيال في امهم؟ انت عارف جيف بيزوس؟ عارف جيف بيزوس؟ والله رهنك انت ما عارف عنه حاجه، والله العظيم انت ساكت ليك فاكره صاحب المنوفي بتاع، والله انت ما عارف حاجه بالكامل، اقسم بالله انت ما عارف حاجه. جيف بيزوس عنده كام عيل؟ يعني جيف بيزوس عنده كام عيل؟ يعني مالي هو ومال جيف يعني مش فاهم انا يعني. عنده كام عيل يا بس؟ اتفضل قول لي. جيف بيزوس ده اللي هو صاحب امازون، تاني اغنى راجل على الكوكب، عنده 4. انت معاك ثروته؟ انت المفروض تبقى معاك ثروه جيف بيزوس عشان تروح تخلف 4 بحيث ان احنا نكون انقرضنا خلاص بقى. التماسيح هتبقى اكتر مننا. عنده 4. انت
معاك ثروته. انت متخيل انا بتكلم فيه؟ طول ما انت معكش فلوس توفر انت فاهم اللي هو بيتكلم فيه؟ لازم تبقى صاحب امازون وعامل اللي بتاع عشان تجيب 4. تاني اغنى رجل في العالم الاخ جيف بيسكوس اللي بيقول لك كده، وجايب 4 عيال. قبل كده ما تعملش اي حاجه، اعمل ثروه يا ابني. العيل حياه كريمه، انت مش قد العيال. انت مش قد العيال، افهم يا فقير يا ابو 7000 جنيه افهم. مجتمعنا للاسف بيعلم الناس غلط. غلط طبعا انك تتجوز وتخلف، ده حاجه من اكبر الغلطات اللي في العالم. عشان معظم الناس العادات والتقاليد مطلعانا بنفكر غلط. وانت العادات والتقاليد ظابطه معاك الدنيا قوي. معلش اما الكاو اكلمك بجد بقى، ايه المشكله؟ ما هو ممكن هو راضي ومبسوط عادي، ايه اللي مضايقك؟ ولا هو لازم يحزق؟ لازم يقعد في دبي يحط الكاميرا هنا كده تعالى اقول لك ازاي تروق على حماده. ما لو كل الناس تتكلم على حماده ما فيش حد هيعمل حاجه. ده اخي يخرب بيت النت على الخرا ده بقى يا جدعان. خلينا نشوف عبد الله، نشوف بقى الاجازه اللي هم طالعينها مع بعض علشان بقى نشوف ايه المصيف اللي هم. انا عارف انا المصايف بتاع التيك توك دول بتبقى جميله، تيك توك على البسين، تيك توك في البحر، تيك توك مع اجنبي. انا عارف الاصطفه دي بشوفها بقى لنا 5 سنين بنشوف الاصطفه دي. واخيرا ايوه يا هايدي والله العظيم يا جدعان انت عندكم قبول بعشقه. انا بعشق قبولكم، بينزل عليا طاقه سلبيه ما ببقاش فاهم انا فين. اخيرا اخد اجازه بقى. اخيرا بقى تاخد اجازه بقى. انت ايه شغاله ايه؟ ناخد اجازه من ايه؟ انا عايز تعالي يا هايدي، يعني بغض النظر هتوقف بدري شويه اتكلم عن تاخدي اجازه من ايه يا امي؟ مالك يا حاج؟ ما احنا اللي بننيله لسه بننيله، ده لو افترضنا ان ده شغل. يعني اخيرا بقى افصل دماغي. اخيرا هاخد متمخمطه قوي في المبيعات انت ولا رئيسه مجلس اداره نيستون؟ ما مش فاهم. ما نقول كلام موزون بقى، ما تقولي اخيرا طلعت بره القاهره وافصل شويه من ضغط. انا عارف بجد محتاجه الفتره دي ان انا خالص بقى فسي بقى دماغي خالص. لا انت في ضغط يا حبيبتي. انا مقدر والله، انا عارف الاسهم بتاعتها برضو وارتفاع اسعار الذهب ومع ارتفاع الدولار. انتوا عارفين يا جماعه سيدات الاعمال بتتعب جدا في الفترات اللي زي دي، فلازم اجازه. لا اجازه من العبث بقى. انا اجازه ده تكون مصيبه لو انتوا فاكرين بتعملوه ده شغل. والله العظيم دي تبقى مصيبه. قول خش يا عبد الله، انا هاخد راي عبد الله في الرحله دي. احنا لسه ما دخلناش هنشوف الرحله، احنا هنشوف الرحله واحده. يلا يا سواق يا شاطر ودينا يلا. بداية القصيدة كفر. ايه بقى اللي حصل يا عبد الله يا حبيبي؟ بس عسول والله العظيم. أول ما جيت خناقة. طب ما انتوا خلصتوا كل حاجه يا ابني، انتوا خلاص. مش مهم، ده اللي هيروق عليا. ده اللي هيروق يخرب بيت اللي تفصل برضه. انا هجيب لكم فيديوهات ان انا عارف اجيبها من الموضوع، بس انا لو عليا اطلع معاهم المصيف، هم لو يعزموني هاجي. اخويا برضه عبد الله تركي. أنا هموت وأخش الحمام مش قادر. ده فيديو لذيذ انا عارف. ما بديهاش بقى. الله الميه دفيت قوي في تمثيل. انا فاكر كان في مسرحيه بنعملها في كي جي 2 اللي كنا بنلبس فيها قراطيس ورق بتاعت تانية ابتدائي، دي كانت اوقع من كده. أنا عايز أعترف لكم على اعتراف. ايوه ادينا اعترافات من اللي مش مهمه اطلاقا دي، انا عارفها. خش عليا يا عبد الله، خش عليا يا ابني خلاص. شايفين الشبشب ده؟ ماله الشبشب ده؟ الشبشب ده ب 600 جنيه. يا ابن اللعيبه الشبشب ده ب 600 جنيه. على فكره اللي انا نفسها ب1000 والله. ده ب1000؟ ايوه ب1000 ايه يا هايدي؟ ده ب1000 جنيه. ده وباب يا هايدي، ده وباب يا امي. ده ايه ده؟ 1000 جنيه و600 جنيه شباشب. امال الرحله كلفتكم كام؟ ده أنا حرام ألبسه في رجلي، ده ألبسه في دماغي. ولا ما تقولش الكلام ده بقى، ما تهزرش يا عم. ما تضحكنيش كده، قول لي يا فلان انت تضحكني بالله عليك. أنا مش عايز أمشي بيه على الأرض، أنا عايز أحط تحتي حاجة. خلاص يا بودي. خلاص يا عبد الله ابني، خلاص بقى خلاص يا اسطى. مش فاهم ليه بتفرج على العبث ده، انا مش فاهم ليه بجلد نفسي بالعبث ده والله العظيم. لا انتوا رحلتكم مش ممتعه يا جدعان، بس انا مش حاسس بالمتعه. لا انا مستني فيديوهات اقوى من كده يا جماعه، واعملوا لي منشن تحت يا جماعه. اسيب لكم التيك توك تحت. انتوا ايه الحاجات اللي عاملين فيها منشن دي؟ فين حليم لما كان بينزل يخش يغطس يزق مراته تنزل في البسين ما تتفتح دماغ شغل؟ ده عبد الله تركي مش كده. انت ما بتشوفش حليم لما بيطلع مصر بيعمل فينا ايه؟ بيزقها مش في البسين، ده بيزقها من الفيلا اللي قدام البسين من فوق من الدور الثاني. يشتغل يابا كده. يلا يا عم انجوي يا عم. اللي مكمل الفيديو لحد دلوقتي يعمل لايك، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه. انت مش بيحق جاي النبي اشتركوا في القناه بالله. سيبكم بقى من الكلام ده كله يا جدعان. اجمد حاجه عروض الملابس اللي على التيك توك. لو لسه ما جبتش لبس صيفي تعال. الفيديو الجاي على فكره ممكن اعمله على الملابس بتاعت التيك توك. ايه رايكم؟ الفيديو ده وصل ل 25000 لايك على طول هننزل الفيديو بتاع الملابس على طول. ماشي اكتب لي تحت رقم اعمل لايك. ايوه الافريقي ايوه. صلى على النبي يا اخويا. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه الصلاه والسلام. احنا في العتبه عند مكتب الشيمي. انا بقول لكل اخواتي تمام. انت عايز تخش الحمام في حاجه؟ اوعى تقول لي هتعرض الحاجات اللي انت لابسها دي. بالله عليك بالله عليك ما تقوليش. لكل اخواتي بتوع القطاعي جايبين لك قهوه كوليكشن. يا اسطى مالك في ايه؟ انت مزنوق ليه يا حبيبي؟ مالك؟ ما تاخد نفسك. كوليكشن ممنوعات. ممنوعات ايه؟
شورت وقطايه. شورت وقطايه، انت خدت بالكوا؟ ده مسفين لحد ما ده سفين للسم. شورت وقطايه صباح الفل. بقول لاخواتي بقى بنقول اسكندريه، بقول لك يا اخويا نور قسما بالله كلامه على كبير. بنقول شرم، بنقول غردقه، بس الشرطات يا جدع. بنقول كل المصايف يابا احلى مسا عليك يابا بتاعت مصر. اقوى ترنج في مصر. انت ايه اللي جاب الترنج دلوقتي؟ احنا كنا مركزين في شغل، انت ليه بتخش في الموضوع بدون استئذان كده؟ انا كنت مندمج جدا على فكره. احنا حكايتنا على الله ان شاء الله. حكايتنا يا اسطى على الله يابا. احنا البوابه بتاعت الترنجات والممنوعات دي. ايه الممنوع؟ ايه انا عايز ايه الممنوع في تيشيرت زي ده ليه ممنوع؟ مكتب الشيمي اقوى مكتب في مصر. كل سنه وانت طيب يا اسطى. الممنوعات اللي انا لابسها دي دي الممنوعات دي الشورت ده والشورت ده اقوى ممنوعات وكل المصايف. عشان حكايته على الله ان شاء الله. كلام على الله ان شاء الله. خدوا الممنوعات. الكلام على كبير. احلى تسويق. كلام على كبير. احلى ممنوعات يا زميل. خش يا افريقيا، انا عايز اشتغل معاكم. ينفع اقدم السي في عن سي في ايه؟ ينفع اقدم عند قربان عندكم؟ يمكن هقول لك ايه. استنوا بقى بعد الفيديوهات اللي زي دي بقى نحب نريح اعصابنا. الفيديو ده لاجل تريح الاعصاب، ان احنا نريح اعصابنا شويه. ده حاجه هديه مني ليكم كده، حاجه جديده. عمرك قبل كده سمعتي عن طريقة ميك اب هتخليكي تنامي؟ لا عمري ما سمعت عن طريقه ميك اب تخليني تنامي دي خالص. كو بس تلعبيش بالفرنوشه في وشي يعني. انا حاسه ان انا نايمه سوري اندمجت، معلش ميكي هيزعل مني طبعا. لا ما تلعبيش بالفونديشن معلش. كله كر فوش بس لا الحته دي لا برش بتشرح حاجه على وشي تقريبا. طب يا جدعان كده يكون خلصنا فيديو النهارده. متنساش تعمل لايك، تشترك في قناتي، تشترك تفعل زر الجرس وتفعل زر الجرس. وانت لو معكش فلوس ما تجيبش عيال يا فقير. يا اخي ايه ريحه الفقر دي يا ميكاوي؟ بقول لك ايه، انا كنت بفكر اجيب عيل برضه. ما ينفعش جيف بيسكوس